حرفيا ايه المنتخب ده؟ انا بقالي يومين بتفرج على منتخب بلجيكا ده. اكتشفت فجأة ان انا لو خايف منه قد كده، لا انا خوفي منه زاد لقد كده. وده فيديو غالبا تشاؤم. يعني انا احساس شخصي ان الماتش ده ممكن ما يعديش على خير، وان احنا ممكن ناخد لنا يعني مش سكور ان شاء الله، بس ممكن يعني غالبا هتبقى خسارة. ليه بقى؟ عشان الراجل ده بقاله 14 ماتش، اللي هو الفرنسي رودي جارسيا ده، مع بلجيكا 14 ماتش ما خسرش غير ماتش واحد، وده كان اول ماتش ليه قدام اوكرانيا. من بعدها لحد دلوقتي ما خسرش ولا ماتش. ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان الراجل ده مسجل في ال 14 ماتش 46 جون بمعدل 3 اهداف في الماتش الواحد، ومستقبل 13 هدف في ال 14 ماتش بمعدل اقل من هدف في الماتش الواحد. وبصراحه لا اخفي عليك سرا، يعني انا بصور الحلقه دي فجر يوم السبت، يعني من هنا لحد الماتش يومين. انت هتشوفها كده كده ليله الماتش او يوم الماتش الصبح. فاليومين دول لو حصل اي نوع من الاصابات لاي لعيب بلجيكي او لعيب مصري فتلعب بره القايمه، انا المعلومه دي مش هتبقى عندي. انا اللي هتنتظروا مني في الحلقه دي ال 14 ماتش دول ايه اللي حصل فيهم مع الراجل الفرنسي اللي بيدرب بلجيكا ده، واحنا المفروض نلعب الناس دي ازاي. فمعلم بقى، لاول مره تشوفنا ما تنساش السبسكرايب ولايك لطيف جدا كده لو بيعجبك الكونتنت اللي بتقدمه، لان بيزود الريتش بتاع الفيديو. احنا الفيديو اللي فات توصل 8000 فيوز، وده كتير قوي 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 بالنسبه اللي انا بجيبه في العادي يعني. وكومنتاتك بقى عشان نتناقش في المنتخب اللي احنا هنلعبه. مبدئيا الكلام اللي انت اكيد سمعته في كذا حته، مين رودي جارسيا وعمل ايه طوال مشواره التدريبي. ده الراجل ده 62 سنه، فرنسي الجنسيه، في حياته كلها ما خدش غير بطولتين، دوري وكاس مع ليل الفرنسي في 2010 2011، يعني من قديم الازل. ومن بعدها الراجل ما بياخدش بطولات، بس مؤثر في بعض الفرق اللي دربها. الراجل ده درب ليل الفرنسي، طلع ايدن هازارد، درب روما وسبب من اسباب تعاقد روما مع صلاح. كان عنده تجربه كويسه جدا مع مارسيليا في فرنسا. تجربه نابولي مش اعظم حاجه، تجربته مع النصر السعودي مش اعظم حاجه. بس من يناير 2025 من ساعه ما تولى قياده منتخب بلجيكا، والمنتخب اتطور معاه جدا. خليني بسرعه كده استعرض لك برده قائمه بلجيكا قبل ما نتكلم في تفاصيل الماتشات. انت بتتكلم في حراسه المرمى، تيبو كورتوا واحد من احسن الحراس في العالم حاليا، وفي خناقه ممكن نخشها عادي ان هو من احسن الحراس في التاريخ. الجون الاحتياطي بتاعه لامنز، الجون بتاع مانشستر يونايتد، سبب رئيسي ان يونايتد السنه دي احتلت المركز ده في البريمير ليج. خطوط الدفاع بتاعتهم فيها مشكله، خصوصا قلوب الدفاع، فانا القلبين دول خليهم نتكلم عليهم بعدين. انا هتكلم في الباك رايت مونيه، والاحتياطي بتاعه كاستاني، والباك ليفت دي كويبر. لو بقول اسمه صح سقف لي، لو مش بقول اسمه صح تجاوزها خالص. بس الاسم ده مكمل معانا لاخر الحلقه، لان ده مفتاح لعب مهم جدا، لان قدامه بيلعب دوكو الوينج اللي هيقرفنا وهيطلع عينينا يوم الاثنين. نص الملعب بتتكلم في اتنين. احنا مبدئيا الخطه 4 2 3 1 دي خطه بلجيكا مع الراجل ده. الاربعه خلاص خلصنا منهم. الاثنين تيليمنز واونانا، الاثنين دول انا اكتر واحد عارفهم، لان انا بحب استون فيلا وبتفرج على ماتشاتها، والاثنين بيلعبوا في استون فيلا. فمبدئيا الكيمستري بين الاثنين عاليه جدا. الثلاثه بقى اللي قدام بيبقى راس المثلث دي بروين، طبعا حاجه عظيمه مش محتاجين نتكلم عليه. دوكو وينج، والناحيه الثانيه تروسارد، وساعات بيتبدل معاه لاعب بنفيكا البرتغالي دودي. الراجل اللي بدون مبالغه يعني والله مش بأوفر، بس بجد فيه من ستايل شيكابالا، اللعيب اللي هو الاشول اللي بيقطم للملعب ارتو في البعيده جون. ده ممكن تشوفه عادي يوم الاثنين لو الراجل ده لعب له تلت ساعه او 25 دقيقه في اخر الماتش. والمهاجم الصريح بتاع المنتخب ده انت هتفتكره لوكاكو، بس الحقيقه هو مش لوكاكو، هو تشارلز رقم 17. الراجل اللي هو 192 سم، بيلعب حاليا في اتلانتا، اصلا كان بيلعب رقم 10، يعني هو مش مهاجم صريح، بس بقاله فتره بيتوظف كمهاجم مع منتخب بلجيكا وحتى مع اتلانتا. وده اللي بياخدنا بقى لخطه اللعب. فرقه زي بلجيكا دي بال 4 2 3 1، المهاجم ده ما يعتبرش مهاجم صريح. الراجل ده هتلاقيه بيطلع بره البوكس كتير وبيسحب معاه المدافع ده بقى لو ياسر او منعم او حمدي فتحي او حسام عبد المجيد، بعد اذن حضرتك ما تتغفلش وتطلع من منطقه جزائك وتنزل معاه، سيبه هو كده كده هيجيلك. ناس كتير هتلاقيها بتقول لك المنتخب الافضل انه يلعب 5 عشان ما نلبسش جوان كتير. انا موافق على الفكره دي، بس انا لازم لما هلعب 5 يكون عندي فكره واضحه في الطلوع بالكوره. انما 5 وهستقبل لعب بس 90 دقيقه هتروق زي ما تونس اتروقت امبارح ولا اول امبارح 5-0. وبالمناسبه الماتش ده كان ممكن يروح ل 9 و10 عادي. اول مباراه والهزيمه الوحيده لبلجيكا مع رودي جارسيا زي ما قلنا كانت ماتش اوكرانيا في الذهاب بتاع البلاي اوف بتاع الاوروبيه. الماتش خلص 3-1. طبعا بلجيكا في العوده مطالبه انها ترجع في النتيجه، فاوكرانيا عملت ايه؟ نزلت في العوده دفعت بكل خطوطها.
تخيل يا صديقي انها على الرغم انها قعدت 90 دقيقه تدافع بكل خطوطها، هي برضو استقبلت 3 اهداف. على الرغم انها صمدت لحد الدقيقه 70 ماتش 0-0 واقفه قدام جونها والدنيا كويسه، من الدقيقه 70 للدقيقه 90 استقبلت 3 اهداف، منهم هدفين حرفيا وفي 7-8 لعيبه بيدافعوا بيهم جوه منطقه الجزاء. فانسى فكره ان احنا هنرص اللعيبه ويلا يا زمان يا سلاحي بقى، اللي هو احنا واقفين وهنطوح بقى كل كره ونشلت. لا، انا لازم يكون عندي فكره في الطلوع بالكوره حتى وانا واقف 5. خليني ازود لك كمان حاجه واقول لك ان رص اللعيبه قدام الجون دي بتفيد لاعب زي دي بروين في منتخب بلجيكا. خلينا نتفق ان دي بروين على مدار تاريخه في الكوره راجل اصلا هو اصغر من كده وشاب عن كده، مش راجل بتاع سبرنتات، مش الراجل الجراي. فما بالك بقى دلوقتي هو 33 34 سنه، ربنا يديله الصحه يعني، بس ما يديلوش الصحه علينا يعني، ربنا يديله الصحه في المطلق يعني. انه لما مساحات الملعب هتظهر وهيبقى بيهاجم في مساحه 30 40 متر بس، ده هيسهل له يشوط على الجون من اي مسافه، هيسهل له انه ما يفتحش سبرنتات كتير فما يضيعش مجهوده البدني، هيسهل عليه الباصات اللي ممكن يلعبها في ورا هاني وفتوح. ففكره ان انا هرص لعيبه واقف قدام جوني بس كده، لا انا مش واكله معايا عيش. خلصنا من ماتش اوكرانيا بتاع العوده 3-0 اللي جابوهم في اوكرانيا في ثلث ساعه. الماتش اللي وراه كانوا بيلعبوا مقدونيا في اول ماتش في التصفيات بتاع كاس العالم. خلاص الماتش ده خلص 1-1. الجون بتاع بلجيكا جه ومقدونيا تقريبا 6-7 لعيبه واقفين جوه منطقه الجزاء. فعادي شفت الراس اللعيبه ما بياكلش عيش قوي مع منتخب زي بلجيكا في وجود واحد زي دوكو وواحد زي دي بروين وواحد زي تيلمنز وأونانا اللي هم صواريخ في الشوط على الجون. مقدونيا بقى في الماتش ده سجلت جونين، جون اتحسب وجون ما اتحسبش. الجون اللي ما اتحسبش ده في لعبه كده عايز اتكلم عليها. مقدونيا طلعت بالكوره على لعيب نص الملعب والوينج بتاعها الوينج رايت، خلاص لاعب نص الملعب والوينج رايت دبل باص، ضربوا الباك بتاع منتخب بلجيكا اللي هو كويبر اللي بيلعب في برايتون، يعني باصتين هوبل ما فيهمش اي اختراع. خلاص مجرد ما نقلوا الهجمه لنص ملعب بلجيكا كان خط الدفاع خط نص الملعب كله اتضرب. الجون ده اتلغى على تفصيله صغيره، يعني ان اللعيب وهو بيشوط ار2 المهاجم بتاع مقدونيا حاجب الرؤيه عن حارس بلجيكا بس، انما كلاعب 1 2 لا كان كويس جدا. اللي اقصد اقوله المفيد هنا بالنسبه لنا احنا ايه، ان انا لازم في ماتش يوم الاثنين يبقى عندي وينجات بطلع عليها. انا فكره ان هلعب باثنين صلاح ومرموش فوق الكوره ومحدش فيهم هيدافع دي مش واكله معايا عيش خالص، وهاجي اقول لك قدام في توقعي للتشكيل يبقى عامل ازاي. بس مبدئيا كخطه لعب انا مهم يكون عندي اطراف، تريزيجيه، ابراهيم عادل، زيكو، هيثم حسن، حتى لو صلاح وظفته كوينج انا ما عنديش ادنى مشكله في الكلام ده. الماتش اللي بعديه كان ماتش بلجيكا ويلز، خلص 4-3 لبلجيكا على حساب ويلز. هستعرض معاك الاجوان كافكار بسرعه. الهدف الاول لبلجيكا كان ضربه جزاء. جت بقى ازاي ضربه الجزاء؟ لان اللعبه دي اتكررت على مدار ال 14 ماتش، فرقه متكتله، فبلجيكا تفضل تنقل لعب جوه منطقه جزاء المنافس. هتلاقيها بتعمل معانا كده يوم الاثنين، وفجاه تلاقي دي بروين بيشوت او دوكو بيشوت او تيلمنز بيشوت. اتمنى من المدافعين بتوعنا الوضع الطبيعي لايدك تبقى جنبك، ولا تفردها ولا تطلعها بره جسمك، عشان انا مش عايز ابقى بعمل ماتش كويس واتغلط على كوره جت في ايد مدافع واتحسبت ضربه جزاء. ادي اول جون دخل في منتخب ويلز. الجون الثالث لبلجيكا في الماتش ده لو عرفت احط الصوره هحطها لك، كان دوكو جوه منطقه الجزاء ومحاط بسبع او 8 لعيبه، ومع ذلك الراجل فضل يعدي بالعرض 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 لحد ما شاط. ده وارد يحصل يوم الاثنين، فتكتلي او ان انا واقف قدام حرفيا الست ياردة بتوعي يوم الاثنين دي هتبقى كارثه. انا لازم كخط دفاع لو هلعب حتى 5 أو 4 بزق شويه، بطلع بره منطقه الجزاء بتاعتي شويه، ما ينفعش ادافع من جوه البوكس، لان بساطهم الصغيره جوه البوكس بتاعي هيعملوا لي مشكله وهيحرزوا اهداف عادي. الجون الثاني لويلز بقى في الماتش ده على حساب بلجيكا هو تيبيكال الجون اللي احنا ممكن نجيبه يوم الاثنين. في ايه بقى يا معلم؟ ويلز طلعت بالكوره من الحارس المرمى لحد هاري ويلسون الوينج، والراجل هاري ويلسون بيقلب الملعب الناحيه الثانيه في النقطه اللي انت مش هتشوفها، اللي غالبا احطها لك في الصوره يعني مش هتشوفها، للراجل اللي مكمل اللي هو الوينج باك اللي هو مثلا فتوح مثلا في منتخب مصر، والراجل بيعمل اسيست الجون. اللي اقصد اقوله ايه؟ ان هو احنا بنخاف من البيلد اب، وانا ما اتمناش ان احنا نعتمد على الطلوع بالكوره على مهند لاشي مثلا او مروان عطيه عشان ما نغلطش زي ماتش البرازيل. بس في نفس الوقت واحد زي مصطفى شوبير بيلعب برجليه كويس، فلو انا رميت او طلعت الكوره مثلا على وينج مثلا نفترض مثلا هيثم حسن، ده ممكن يحط الكوره على صدره ويسندها عادي على الارض ونطلع عليه، يعني اسوء الظروف هياخد فاول بس مش هتتقطع مني. فانا اخاف ابيلد اب مثلا واحد زي مهند لاشين ياخده 3 4 ثواني عقبال ما يسكان الملعب فاغلط ماشي، يبقى انا اطلع على الاطراف، لان اسوء الظروف لو طلعت على الاطراف وحصل حاجه هتتقطع، تطلع اوت، يا هعمل فاول يا هاخد فاول.
ده اللي هيحصل. الماتش اللي بعده بلجيكا في التصفيات كسبت 6-0. الجون الاول لبلجيكا فيه حاجه ممكن تحصل برضو يوم الاثنين، وهي ان يترفع كروس عادي تلاقي اللي مكمل براسه مش المهاجم رقم 17 بتاع نادي اتلانتا ده، لا انت ممكن تلاقي الباك ليفت نفسه كويبر ده هو اللي مكمل جوه منطقه الجزاء وبيلعب براسه عادي. تاني برضو انا واحد زي دوكو ده هيطلع يقابله مثلا واحد محمد هاني مثلا ولا رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم، الباك اللي هيبقى طاير وراه ده ما ينفعش يتساب لوحده، لازم حد يقابله، ما ينفعش برضو ان هو يتساب لوحده لانه بيكمل حد جوه منطقه الجزاء. الجون الثاني في الماتش ده جابه تيليمنز كرباج، حرفيا شاط كرباج من بره منطقه الجزاء، ودي واحده من نقاط القوه برضو لمنتخب بلجيكا. لو الدنيا قفلت قوي مع دوكو في الواحد على واحد او البساط اللي جوه ال 18 اللي بيعملوها في كل الماتشات تقريبا، بيلجأوا للتصويب من خارج منطقه الجزاء. خارج منطقه الجزاء دي عنده كام واحد بيشوط بقى؟ بتتكلم في دي بروين، بتتكلم في تيليمنز، بتتكلم في اونانا، الثلاثه رجليهم مظبوطه جدا ومميزين جدا في التصويب من خارج منطقه الجزاء، مهم قوي. وطبعا مليون في الميه شوبير هيبقى الجون الاساسي، يعني بالنسبه لي افضل 100 مره من محمد الشناوي في الفتره الحاليه، يعني محترمي للشناوي. بس مهم جدا ان انا حارس المرمى بيبقى عنده زاويه يشوف بيها الكره وهي بتتشاط، يعني حتى مهما كنت عامل تكتلات دفاعيه مهم جدا ان حارس المرمى يبقى ليه عينيه على الكوره عشان يقدر ياخد التصديات دي. اتمنى ده يحصل يعني. الجون الرابع والسادس في نفس الماتش ده كانوا باصات 1 2 جوه منطقه الجزاء، اللي هو الفرقه اللي كانوا بيلعبوا متكتله جوه منطقه جزائهم، دوكو والشباب بيحلوا المشاكل دي عادي وبيحرزوا الاهداف عادي. الماتش اللي بعده كسبوا كازاخستان 6-0 في 3 اجوان تيبيكال من بعض، ان هو بيضغط عليك ضغط عالي على لعيب رقم 6 اللي هو نفترض مثلا في منتخبنا مروان عطيه مهند لاشين، هم مجرد ما بيقطعوا الكوره هو صباح الفل احتماليه ان الجون ده هيخش 90% 95%. فمهم قوي تاني وانا بعمل بيلد اب، لو انا كلاعب رقم 6 خايف الكوره تجيلي انا ما اديش لشوبير فرصه انه يلعبها لي، لا شوبير يطلع على الاطراف، لا اطلع على مرموش لو يعرف يبقى محطه ونطلع عليه، انما اطلع في قلب الدفاع على رقم 6 زي مروان عطيه او حمدي فتحي او مهند لاشين وهيتلخبط، لا فكك ما تعملش كده خالص. الماتش اللي بعده كسب ويلز 4-2. خد بالك دي كده مباراه العوده. الاستغراب الوحيد في الماتش ده ان دوكو ما لعبش وينج قدام كويبر في كوينج ليفت، لا ده لعب وينج رايت، فبقت رجليه اليمين اللي هو مميز بيها هي اللي بره ورجليه الشمال هي جوه الملعب. تخيل انه استخدم رجليه الشمال في التصويب 3 او 4 مرات وكلهم كانوا في منتهى الخطوره على الجون. يعني الراجل ده لو عنده مساحه انه يسدد مثلا دوكو برجليه اليمين وانت فاكر ان هي انت قافل له زاويه التصويب برجليه اليمين، لا ممكن يعدل على الشمال ويشوط عادي. انا شخصيا متابعتي لمانشستر سيتي ما شفتش دوكو بيستخدم رجليه الشمال زي ما استخدمها في الماتش ده قدام ويلز. النقطه السلبيه في الماتش ده لمنتخب بلجيكا هي استقبالهم للهدف الاولاني لويلز من كورنر. خلي بالك بقى لان الاجوان اللي دخلت فيهم من كورنرات مكمله معانا في ال 14 ماتش، نقطه سلبيه جدا في منتخب بلجيكا. الهدف الثاني لبلجيكا في الماتش ده نسخه طبق الاصل من الهدف اللي سجلوه قدام ويلز في مباراه الذهاب، اللي هو احنا بنحضر لغايه جوه منطقه جزاء المنافس وفجاه حد بيخش بيشوط بتيجي في ايد المدافع ضربه جزاء. تاني مره بتتكرر وفي مره ثالثه هنتكلم فيها قدام. ناخد بالنا يا رجاله الله يرضى عليكم، سواء حسام عبد المجيد منعم رامي ياسر حمدي فتحي اي بني ادم هيلعب في قلب دفاع منتخبنا نلم ايدينا جنبنا والنبي رجاله. دخل طبعا دي بروين شاطها ضربه جزاء على يمين الحارس. خلي بالك بقى في ال 14 ماتش مفيش حد اتكرر انه يشوط ضربات جزاء، يعني تيلمن شوت، دي بروين شوت، لوكاكو شوت، مهاجم رقم 17 اللي انا بنسى اسمه بتاع اتلانتا ده شوت، كلهم شاطوا على يمين الحارس. يعني لو اتحسب ضربة جزاء علينا يوم الاثنين بعد الشر احتماليه انها تتشاط على يمين شوبير عالي جدا. اسمع شوبير عشان قلت لك كده في ماتش الترجي وما سمعتش كلامي. الماتش اللي بعده كسبوا 7-0. انا طبعا مش هستعرض لك السبع تجوان عشان ما فيش وقت، انا هكلمك في فكره واحده اتكررت في الماتش كتير لحد ما سجلوا منها هدف. فاكر يا صديقي اللعبه الوحيده اللي ياس تورب كان بيعملها مع الاهلي اللي هو ان محمد هاني يستلم الكره كباك رايت فيجي اليو ديانج اللي هو اللعيب رقم 8 في الاهلي يقطع في المساحه او في المساحه اللي اتفتحت ورا الباك، يعني هاني مثلا معاه الكوره فاللي قرب عليه الباك او قرب عليه الوينج خلاص، فالمساحه دي فضيت يقطع فيها اليو ديانج، يجري فيها اليو ديانج يلعب له هاني الثرو يكمل ديانج لحد الخط يرفع تريزيجيه براسه جون، هاني يقطع زيزو في المساحه دي يلعب له التشيب او الباص، زيزو يكمل لحد الاخر يرفع الكروس تريزيجيه براسه جون. بلجيكا بتعمل حاجه شبهها ان الباك اللي هو مونيه مثلا او كويبر الناحيه الثانيه الباك ليفت برضو يقرب عليه الوينج او يقرب عليه الباك فيلعب الباص ورا الباك في المساحه اللي جري فيها. بالنسبه للي بيجري فيها دي بيبقى تيليمنز برضو اللي هو رقم 8 في بلجيكا، ما يرفعش بقى الكوره عاليه على راس حد، لا
يلعبها على بره منطقه الجزاء او على نقطه البنالتي، يا اما بره منطقه الجزاء يا اما نقطه البنالتي، وحد ببطن رجله يخش يحط جون. شبه جوان توني كروس مع ريال مدريد اللي هي فيها سور في بطن الرجل. اللعبه دي اتكررت في ماتش السبعه ده كتير، واتكررت في قدام بقى في الماتشات اللي وديه كتير. الماتش اللي بعده لعبوا امريكا، والماتش ده خلص 5-2. شايف السكورات عامله ازاي؟ بتكلم امريكا واحده من الدول والمنتخبات اللي هتبقى كويسه في كاس العالم، مش عشان هي بس المنظمه، عشان عندها جيل كويس من اللعيبه. الجون الاول اللي دخل في مرمى بلجيكا من امريكا، ركز بقى اهو، كورنر برضه، ده تاني مره. فهم عندهم عيب قاتل في الكورنرات. الهدف الاول لبلجيكا كان تصويبه من خارج منطقه الجزاء من بعيد جدا من قلب دفاع منتخب بلجيكا. تصويبات تاني، شوف الافكار هي. الجون التاني بقى تيبيكال بالظبط نفس الفكره اللي لسه حكيها لك شويه بتاعه الاهلي وبتاعه محمد هاني، اللي هو ان انا في باك بيطلع عليه وينج فيلعب في المساحه، لعيب رقم 8 اللي هو غالبا هيبقى تيليمنز او لو حتى دوكو او تروسارد يطلعها على بره منطقه الجزاء تتشاط، او على نقطه البنالتي حد بيخش يكملها. ده كان الجون الثاني في ماتش امريكا. الهدف الثالث ليهم برده كان من ضربه جزاء، اهو نفس الفكره اللي فاتت، مش ضربه جزاء وخلاص، ضربه جزاء برده لعيب بيلعب براسه او لعيب بيشوت زي دي بروين في الماتش بتاع ويلز، لعيب فارد ايده المدافع بتيجي في ايده بتتحسب ضربه جزاء. انا بقول لك ان نمط الاهداف 46 جون مثلا، لو قلنا مثلا 46 جون في 4 أو 5 افكار متكررين بشكل كبير. الهدف الرابع ليهم في المباراه دي بقى كان مختلف شويه، لان كانت اول مره اشوف الوينج اللي هو رقم 14 لاعب بنفيكا ده بيلعب. الراجل ده حرفيا زي ما قلنا في شبه من شيكابالا، فكره ان انا وينج اشول بضم برجلي الشمال لجوه الملعب ار2 في البعيده. عمل ده في ماتش امريكا، وعمل ده بعدها في ماتش المكسيك، الماتش الودي اللي وراه. ده مش هيبدا اساسي مليون في المية زي ما بقول لك، بس الراجل ده هياخد له 20 25 دقيقه في الاخر. مهم قوي ان انا اقفل زاويه التسديد وهو بيلعب ار2 في البعيده. الهدف الخامس ليهم في مرمى امريكا زي اللعبه المعتاده زي ما قلت لك، حد بيكمل لحد اخر الخط بيطلعها على بره على نقطه البنالتي، حد بيخش يشوط. نمط متكرر لنفس الاهداف. ماتش بقى المكسيك اللي بعده الودي خلص 1-1. الجون الاول لمكسيك كان برده من ضربه ركنيه. اتمنى نبدا الماتش ده لو منعم جاهز يبدا طبعا، بس لو مش جاهز انا اتمنى من الثلاثه اللي ورا المدافعين يكون حسام عبد المجيد واحد منهم. مهم قوي ان يكون عندي مدافع طويل كويس في الكرات الثابته اللي عليا وكويس في الكرات الثابته اللي ليا. والهدف اللي سجلوه في مرمى المكسيك في الماتش ده زي ما قلنا نسخه طبق الاصل من الهدف اللي في المباراه اللي قبلها في مباراه ال5-2، الولد الاشول اللي زي شيكابالا اللي بيقطم لجوه ار2 في البعيده. الماتش اللي بعده بقى ماتش من الماتشات المهمه قوي، هو ماتش كرواتيا وبلجيكا 2-0. الماتش ده شبه نوعيه الماتشات اللي احنا ممكن نلعبها. كرواتيا بجلاله قدرها كانت واقفه تستقبل لعب من منتخب بلجيكا لحد الهدف الاول بتاع دوكو. حصل ايه بقى؟ دوكو ده عمل ايه؟ راح 1-على-1 مع الباك، كلفته، فضل مكمل لغايه اخر الخط، لعبها على نقطه البنالتي عرضيه ارضيه زي ما قلت لك الهدف المعتاد، خبطت شويه جت عند تيلمنز بطن رجله جون. الميزه بقى في الماتش ده اللي كرواتيا كانت بتعملها صح، ان هي كانت بتدافع ب5 لعيبه حرفيا اللي هم 3 قلوب دفاع وينجات طايره، كان منهم بريزيتش ناحيه الشمال، فان هي بتستقبل لعب كده ال5 دول قدامهم 2، واحد من ال2 دول مودريتش اللي هو تقريبا يعني ربنا يديله الصحه برضه 40 سنه، ومع ذلك كانت بتطلع بالكره بمنتهى السهوله واليسر. وده اللي المفروض نعمله يوم الاثنين. لو حتى دفعت ب5 مش معناها يا جماعه 5 ان انا اقعد استقبل لعب بس، يعني انا مش جاي هكفر الناس واعمل زي 90 لما شوبير وهاني رمزي بيرجعوا كوره لبعض. انا عايز العب كوره، اشوف شويه كوره. فمهم او خلال الاخر يعني التشكيل هنتكلم فيه، بس مهم ان انا يكون عندي آلية للطلوع بالكوره حتى وانا بلعب 5. مش عايز اشوف اللي شفناه في الشوط الثاني في ماتش البرازيل ده. اخر ماتش هنتكلم عليه بقى وهي اخر وديه احنا شفناها المنتخب بلجيكا كانت قدام منتخب تونس. بصراحه ماتش خلص 5 بس للامانه الماتش ده كان ممكن يخلص 10 عادي. هتقول لي بس دي تونس، هقول لك انا شايف ان تونس بجد بدون اي مبالغه هتبقى واحده من اقل المنتخبات في المونديال. الجيل ده مش احسن حاجه، على الرغم ان في 3-4 اسامي بيلعبوا بره في اوروبا، بس اعتقادي ان تونس مش هتعمل حاجه في المونديال. فهي مش مقياس، بس مهم قوي ان يكون الماتش ده من الماتشات المرجعيه اللي يكون متفرج عليها كابتن حسام حسن. الجون الاول نفس الفكره، دوكو بيجمع حواليه 2 و3 مدافعين بياخدهم عنده، يقعد يكلفت فيهم شويه لحد ما تتفتح له مساحه يا اما للتصويب، بس هو غالبا نادي ما بيصوب يعني، بس بتتفتح له مساحه انه يلعب كره عرضيه على بره منطقه الجزاء او عند نقطه ضربه الجزاء، حد يخش بطن رجله يكمل جون. الجون الثاني بقى كان عرضيه من تيلمنز، على قد ما مدافعين تونس يبدو ان هم واقفين صح وكتير، الا ان عرضيه ارتقى ليها المهاجم رقم 17 بتاع اتلانتا اللي هو تشارلز بمنتهى السهوله. عشان كده بقول لك مهم قوي ياسر
او منعم او حسام عبد المجيد او الثلاثه يا سيدي او اتنين حتى منهم يكونوا موجودين بيلعبوا براسهم كويس، وحسام بالذات عشان طويل. تالت هدف كان تصويبه جميله جدا من دي بروين بره منطقه الجزاء. والهدف الرابع نفس اللي قلناه بقى خلاص، عشان انت الفكره دي انت حفظتها وزهقت مني. الراجل اللي بيعدي لحد ما يوصل لغايه الخط يرفع بره، يرفع على الارضيه، يا اما بره عند منطقه الجزاء او عند نقطه البنالتي، حد بيخش يحطها جون. طولنا قوي في الجزء ده انا عارف، بس قلت اعدي على ال 46 جون او على قد ما اقدر من الاجوان اللي سجلتها بلجيكا واللي استقبلتها، عشان نقول الناس دي بتفكر ازاي وممكن تلعبنا ازاي. فاحنا استعرضنا كده الاهداف والماتشات اللي مع رودي جارسيا. تعالى بقى نلخصهم كده على بعض. زي ما قلنا الفرقه دي عندها 4 أو 5 افكار في اللعب، يعني الفرقه دي مش عندها فكره واحده بتلعب عليها، لا عندها اكتر من فكره. اول فكره دوكو على الخط، يا اما يعدي على الباك اللي عليه او الوينج اللي عليه 1 لواحد، او يكلفت 2 3 يسحلهم معاه لحد الخط فيلعبها على بره منطقه الجزاء للي جاي يشوت دي بروين او تيلمنز او نانا، او يلعبها لجوه منطقه الجزاء عند نقطه البنالتي ولا حاجه يكمل المهاجم او يكمل اي واحد من وسط الملعب اللي جايين. او دوكو لما هيزهق قوي هيطلع الباك اللي وراه اللي هو دي كويبر ده بتاع برايتون، يرفع الكروس على راس الراجل اللي رقم 17 اللي هو هيبقى اطول المدافعين بتوعنا لو حسام عبد المجيد ما لعبش. دي فكره مفتاح لعب فيها دوكو. طيب لو الهجمه بقى من الناحيه الثانيه من ناحيه تروسارد، ففي حاجه من الاثنين هتحصل. لو تروسارد اللي بيلعب غالبا هيفضل مكمل لغايه ما يرفع لك الكروس، يكون مكمل فيه المهاجم ولعيب مثلا زي تيلمنز ودي بروين بره عند منطقه الجزاء، ويكمل فيه الباك كويبر اللاعب برايتون. فانت بتتكلم في 4 لعيبه جوه منطقه الجزاء. او لو بتتكلم في وينج اللي هو رقم 14 دودي بتاع بنفيكا، فالراجل ده نادي لما بيطلع الباك اللي وراه، الراجل ده فكرته زي تريزيجيه كده في المنتخب، انا هقطم لجوه منطقه الجزاء، رجل القويه الشمال، ارتو في البعيده. واحده من الافكار اللي بتلعب عليها منتخب بلجيكا وخطيره جدا، اللي هي قفت مشكله كل الانديه المصريه وكل منتخباتنا الوطنيه بكافه اعمارها، وهي الكرات الثابته سواء الكورنرات او الفاولات. دي بروين بيجيدها جدا وتيلمنز بيجيدها جدا. وانا بتكلم مش بس على المهاجم رقم 17 بتاع اتلانتا اللي هو تشارلز، لا انا بتكلم حتى على قلبين الدفاع بتوع بلجيكا نفسهم، سواء اللي بيلعبوا اساسي او اللي بيلعبوا احتياطي، الاربعه طوال. لو الناس دي كلها طلعت في كرة ثابته علينا واحنا ما قابلناهاش 1 لواحد، هتبقى مشكله كبيره. ولو شوبير ما حلش الفيلم ده كله وطلع ضرب بوكس بايده الجنب ده والجنب ده، هتبقى مشكله كبيره. برضو من الافكار اللي عندهم كتير جدا، اي لاعب نص ملعب تيلمنز اونانا دي بروين، او حتى قلوب الدفاع لو هم زايدين ومكملين في الهجمه، او حتى الوينجات اللي بيلاقي فرصه يصوب بيصوب حتى لو وحشه، حتى لو نص سنتي، حتى لو المسافه مفيش، طالما وجدت لنفسي مساحه ان انا اشوط هشوط. فمهم قوي يكون عندي النص ملعب بتوعي 2 6 لو هلعب بمروان او هلعب معاه مهند او مروان وامام، ما اديش مساحه الناس دي تشوط. كل دي هي افكار رودي جارسيا على مدار 14 ماتش ومنتخب بلجيكا. احنا بقى هنعمل ايه؟ مبدئيا العمل عمل ربنا، والله بكلمك بمنتهى الامانه، احنا بنلعب فعلا منتخب قوي جدا شرس جدا، عايز يعمل سكور في اول ماتش عشان يدي جرس انذار لكل المنتخبات ان انا موجود وهكمل وانافس معاكم. هو كان تاني هداف او تاني اعلى منتخب مسجل في تصفيات كاس العالم، فهو عنده رساله مكمل بيها. احنا المفروض نعتبر ان المباراه ايا كان والله نتيجتها فوز تعادل هزيمه، هي مباراه في صفحتها هركز في اللي وراه. عندي نيوزيلندا وعندي بعدها ايران، كسبت نيوزيلندا انا هصعد من احسن توالت مليون في الميه. كسبت اتعادلت بعد معاها مع ايران او خسرت او كسبت ايا كان اللي هيحصل، دي نقط بجمعها عشان اعدي للدور الثاني. فنتيجه ماتش بلجيكا مش ان هي هتبقى نهايه العالم، انا بلعب واحد من اقوى المنتخبات، بس برضو مهم يكون ليا ظهور كويس. وعشان يكون ليا ظهور كويس انا شايف بامانه يعني كده، عشان نلم الدور احنا محتاجين نلعب 5 ورا. فكك من موضوع 4 ده، عشان احنا الشوط الاول كنا بنلعب كوره كويسه قدام البرازيل بس احنا اي باص في دفاعنا انفراد، فهتبقى شوارع. وهنا بنتكلم على جوده لعيبه وجز اكتر عشان ماتش كاس عالم مش ماتش ودي. فبسم الله الرحمن الرحيم كده هنلعب ب5 ورا خلاص. فتوح وهاني دول مفيش خلاف عليهم، لان انا اصلا مش شايف ان في غيرهم موجودين. الفكره بقى في ال3، كنت قلت لك في الحلقه بتاع بعد ماتش البرازيل انا محتاج العب ب3 من ضمنهم حمدي فتحي. خلاص، حمدي فتحي علشان يكون بيغطي المساحات انا هعتبرها ليبرو زي زمان ايام حسن شحاته، اللي هو ساقط ما يبقاش على نفس الخط مع الاثنين مدافعين، لا يبقى ساقط شويه في مسافه بحيث انه يبقى شايف اللي بيجي بقى اللي هيجي لي بقى، سواء مش المهاجم، بتكلم على اللي يجي لي بقى من نص الملعب. لو تيلمنز مكمل، لو دي بروين مكمل، لو تروسارد دخل في نص الملعب، لو دخل في قلب الملعب، لو الوينج اللي هو بتاع بنفيكا ده دخل في قلب الملعب، انا بقابل. ده دور حمدي فتحي. الاثنين اللي جنبيه بقى
اللي هو غالبا وانا اعتقاد شخصي هيبقى منهم منعم، مع ان انا مش شايفه جاهز، والتاني هيبقى ياسر ابراهيم. اتمنى ان يكون ده رامي وده حسام عبد المجيد، او ده رامي وده وياسر هنا وحمدي هنا. بس انا اللي هيعمله كابتن حسام مليون في المية هيخلي ياسر، حمدي، محمد عبد المنعم، ايا كان اسامي الاثنين اللي جنب حمدي. مهم قوي ان انا محمد هاني مثلا، لو انا ناحيه اليمين انا ياسر ابراهيم، محمد هاني طلع قابل دوكو مثلا، انا مغطي زاويه التمرير عشان المساحه دي هتبقى في شوارع. طيب لو الباك ليفت اللي عدى اللي هو كويبر مثلا طلع عمل اوفرلاب، انا ياسر برضو ما بقابلهوش، انا بوجهه في الباص. اي لاعب في الخمسه اللي ورا هيسرح ثانيه واحده ويسيب منطقه اللي المفروض يتحرك فيها، احنا هنلبس جون. عشان ما اضحكش عليك، هنلبس جون. احنا بنتحرك وبنشفت مع بعض زينا زي بعض. مفيش فكره ان في واحد هيروح قابل بمعرفته دي والتاني وراه برضه بيسرح معاه. مفيش، ما يضحكش عليك انت كمدافع والمهاجم يغفلك. طيب مين بقى الاثنين اللي قدام الخمسه؟ مبدئيا قبل ما اقول لك الاسامي، انا اقول لك الناس دي المفروض تعمل ايه. الاثنين دول اللي هو 100% لازم يكون لعيب رقم 6 صرف. ده دوره في الحياه، في الماتش ده خلال ال 90 دقيقه انه يمنع دي بروين من اي فرصه لتسجيل هدف، ويروح يشوف دي بروين فين، ويروح لو هو دي بروين مثلا جوه في الحته الخطر عندنا، هو الراجل بيقابله. لو دي بروين ده راح سرح ورا، ما تروحش معاه، ما تسحبش نفسك وتروح تجري وراه، انت هتستناه لان هو كده كده هيجي لك. المهم ان هو لما الوقت اللي هيجي لك فيه انت قافل زاويه التصويب، ده دورك. وانا اتمناه مروان عطيه على حساب هنا لاشين ولا حساب دونج، انا شايفه الاجهز مليون في الميه. اللي جنبه لازم يكون امام عاشور. انا لو قعدت 90 دقيقه بستقبل لعب بس، والله هيخش فيها جون. دخل فيا الجون ده في الدقيقه 90، في الدقيقه 91، الدقيقه 90 هيخش فيها جون. وبما ان انا وصلت لبر الامان ده، لو افترضنا يعني الدقيقه 90 و0 0، يبقى انا امسك نفسي. فانا محتاج الراجل اللي يكون جنب مروان عطيه رقم 6 ده يكون امام عاشور. ليه يكون امام عاشور؟ لان الوحيد في مصر كلها اللي يقدر يلعبني كوره هو امام عاشور. فانا ما ينفعش زي ما قلنا هستقبل لعب 90 دقيقه، انا لازم عندي محرك يطلعني، الراجل اللي هو البول كارير، الراجل اللي بياخد الكوره بيفتح بيها مسافات ويقدر يجري بيها او يلعب لي كرات عاليه. فمهم يكون جنبي مروان وامام، دول اتنين نص ملعب. هجيلك بقى في الخناقه اللي قدام. عايز وجهه نظري والله بدون اي زعل، احتفظ بمحمد صلاح معايا على الدكه. طبعا ده هيثير الجدل لان محمد صلاح ما ينفعش يكون اعظم لعيب في تاريخ مصر ما مش موجود معاك. بس الحقيقه ان كل الماتشات المنتخب كان الطرف اللي هو بيستقبل لعب زي مثلا ماتش اسبانيا مثلا او الشوط الاول قدام البرازيل كان بيبدو جيد بدون محمد صلاح. محمد صلاح ما بيرجع، محمد صلاح لما بيلعب مشكلته ان هو ما بيرجعش. وادخن فرقه في العالم لو قلنا مثلا ريال مدريد عانت عشان فينيسيوس ومبابي ما بيرجعوش، فما بالك بقى بصراحه مرموش. ادي واحد. بايرن برشلونه 2020 اتهانت من البايرن 8-2 عشان ميسي وسواريز فوق الكوره ما دفعوش. فمهما كان جموديتك انت كلاعب على المستوى الفردي، انت عمرك ما هتبقى زي ميسي، وعمرك ما هتبقى زي فيني، وعمرك ما هتبقى زي مبابي. ففكره ان في اتنين فوق الكوره ما دفعوش معايا دي مصيبه. فتاني 5-2 اتفقنا على الاسامي خلاص. الثلاثه اللي قدام مرموش سترايكر، وينج ده تريزيجيه ناحيه ناحيه الليفت قدام فتوح. الناحيه دي بقى براحتك، عايز هيثم حسن تمام، عايز تجيب مرموش الناحيه دي وتلعب بحمزه عبد الكريم سترايكر، مع ان دي يعني ماتش كبير قوي على الولد في بدايه حياته، ماشي. عايز تعمل كده ماشي. عايز تعمل خناقه في نص الملعب 5-4-1 مثلا، والواحد ده يكون مرموش سترايكر، فيبقى امام وبتاع مروان مثلا عطيه ومهند، وقدامه اتنين امام مثلا وتريزيجيه، او امام وزيزو وقدامهم سترايكر مرموش، ماشي. ما عنديش اي مشكله او زيكو حتى موجود، ما عنديش اي مشكله. انا فكرتي ان ما ينفعش يكون في اتنين لاعب فوق الكوره. واعتقاد شخصي البدني بتاع صلاح مش زي صلاح اللي احنا نعرفه زمان. ففكره ان هو مش هيرجع في الجبهه اللي فيها محمد هاني قدام دوكو قدام كويبر بتاع برايتون، لا دي هتبقى مصيبه. ده قناعاتي الشخصيه. تاني، الماتشات اللي زي دي عشان ما تروحش الارقام بعيده وهيفي سكورز، محتاج ال10 لعيبه اللي جوه المستطيل الاخضر يكونوا كلهم بيدافعوا. اتنين فوق الكوره ما يدافعوش معايا، دي مصيبه. معلش طولنا قوي وسرحنا قوي في الوقت، بس ده كان كل كلامي عن ماتش مصر وبلجيكا. بالتوفيق لمنتخبنا اكيد مليون في الميه. تاني وتالت ورابع نتيجه الماتش سواء كسبنا والله او خسرنا او تعادلنا مش حاجه، مش هبني عليها حاجه على ماتش نيوزيلندا وايران. مجموعات بجمع نقط عشان اصعد. فمهم قوي 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 ان المنتخب ما يتذبحش بعد الماتش ده، لان فعلا بنلعب واحده من اقوى السكوادات الموجوده حاليا في اوروبا.
مش بس عشان رودي جارسيا، بس عشان هم افكاره طبعا جيده جدا، بس كمان عشان الفرديات اللي جوه الملعب. فان شاء الله منتخبنا يبقى قدها يوم الاثنين ويعمل ماتش كويس. وانا اسف جدا لو حصل ان كان في خبر استبعاد لعيب وانا ذكرته ان هو اساسي في التشكيل، لان انا زي ما قلت لك انا بصور قبل الماتش بيومين، فانا ما اعرفش. في نهايه الحلقه شكرا لو كملت الاخر، وكتر خيرك احنا في الفيوز بنزيد ما شاء الله سبسكرايبرز، فكتر خيرك كده بلايك كويس كده وكومنتات لو عايز نتناقش في اي حاجه في الحلقه.